السلام عليكم ويا صباح الفل او مساء الخير حسب التوقيت اللي انتوا بتشوفوني بيه. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين وفي احسن احوال. حابه اول حاجه كده اشكر كل اخواتي وحبايب قلبي اللي بيقولوا كلام حلو كده، وامبارح بجد التعليقات اللي جات لي كانت حلوه جدا وفرحتني بجد. فربنا يكرمكم جميعا ويخليكم ويبارك لكم في اولادكم ويرزقكم كده بالحد اللي يقول لكم كلمه كويسه في وقت كده انتوا خلاص ضايعين فيه، وتبقى دي الكلمه اللي تطلعكم من المود الكآبه اللي انتوا بتبقوا فيه. لان بجد في الفترة اللي فاتت دي كان عندي دور كئيب جدا، فالحمد لله كلامكم كان حلو قوي وحسيت ان في ناس كتير بتحبني، الحمد لله يا رب. فدي كانت احسن حاجة حصلت امبارح، ودي الحاجة اللي خلتني اصلا ان انا اقدر اقوم تاني واقوم اصور واقضي معاكم يوم. هو برضو اليوم خفيف مش تقيل قوي، هو كان برضو يوم السوق. المشتريات اللي كانت بتاعت امبارح دي كانت بتاعت الاسبوع اللي فات، يعني الفيديو ده انا كنت مصوراه اصلا الاسبوع اللي فات. بس للأسف ما نزلش وما عرفتش ان انا انزله. فالمرة دي برضو قلت ان انا يعني قاعدة بعمل الغدا، فكان جوزي جاب بقى من السوق فتسوق لي يعني وكده، وجاب الطلبات اللي احنا محتاجينها. فقلت برضو ان انا ايه اصورها معاكم. بس الاول تعالوا هنا نعمل بقى الفراخ. انا هعمل النهارده ان شاء الله صينيه فراخ كده. وهعمل معاها كمان صينيه رز معمر. فبطريقه بقى انا بعمل الرز المعمر بطريقتين، الطريقه الاولانيه اللي انتم متعودين معايا بيها، والطريقة التانية دي لو أنا ما عنديش لبن كفاية فباعمله بالطريقة دي. باحط علبة زبادي، وباجيب اللي هي الزبادي اللي هو معمول بلدي من السوبر ماركت عادي، اللي هو بيبقى بلدي أكتر من العلب. البلدي ده اللي هو بيبقى في علب كده فخار، بيكون بيتعمل في الريف اليوناني أصلا. ف هو بيبقى أصلا بتاع يعني ماعز يعني وكده، فبيبقى تقيل شوية عن اللي هو الحليب البقري. فقُلت اللي أنا إيه هاعمل معاكم النهارده كده الغدا. وهنا زي ما أنتم شايفين أنا قطّعت بصلاية وطماطماية، قطعتهم كده سلطة، ولو عندي فلفل كمان حطّي، لو عايزة تحطّي توم حطّي. وحطيت كده شوية ملح وشوية كزبرة وشوية كمون وشوية فلفل أسود، يعني البهارات اللي عندِك وشوية كركم. طبعًا عايزة تحطّي سبع بهارات حطّي، أي بهار عندِك أنتِ حابة تحطّيه حطّيه، بيبقى حلو جدًا وبيدّيها طعم حلو. هنا حطيت برضه يعني نُص معلقة صغيرة كده من الكركم. وهابتدي بإيدي كده يعني أعمل كلّه في بعضه كده لحد ما تحسّي إن هي خلاص كلّه داب والطماطم والبصل دابوا كده في بعض. فهتبتدي بعد كده إن أنتِ تنزلي عليهم بالفراخ. الفراخ بتاعتي أنا متبّلاها وحاطاها في الفريزر، زي ما أنتم كنتم شايفين الفيديو قبل كده. أنا كنت عاملة الفراخ في اللي هي تفريزات فراخ، فكنت عاملاها وكنت متبّلاها. وهنا برضه إيه قُلت أزوّد لها كده شوية تتبيلة، ورُحت حطيت عليها كده إيه شوية من السلطة اللي أنا عاملاها دي، برضه ادّتها طعم حلو جدًا. عندي هنا الوركين والصدر الصغير ده، وخلاص هو كده إيه الغدا بتاعنا بتاع النهارده، الفطار بتاعنا. يعني الحمد لله النهارده 13 رمضان. سبحان الله يعني الوقت بيجري والأيام كده بتجري، فربنا يعيننا يا رب جميعًا ويتقبل منا يا رب صالح الأعمال. فرُحت حطيتها كده في الفرن، وزي ما أنتم شايفين رايحة هنا أعمل صينية المعمر بتاعتي. جبت هنا الحوق بتاعي، وهابتدي اللي أنا أضيف له كده كوبايتين من الرز، أو يعني طبقين صغيرين كده من الرز على حسب طبعًا الكمية اللي إحنا بناكلها. يعني أنا باحط اللي هي البولة الصغيرة دي باحط منها 2 يا دوبك على قدنا، تمام، إذا كان في الرز العادي أو في الرز ده. وغسلتهم زي ما أنتم شايفين، وجبت هنا علبة الزبادي بتاعتي بالوش بتاعها بكل حاجة كده. ما شاء الله يا بنات هي دسمة جدًا. يعني أنا الصراحة لمّا جيت آكل الزبادي ده حسيت إن هو دسم كده زي بتاع اللي إحنا بنجيبه في علب ده اللي هو بيبقى بلدي. فحسيت إن هو دسم، فقُلت خلاص مش مشكلة يعني أجيب إيه، أستخدمه أكتر أحسن من المُعلب. فرُحت استخدمته، وهنا جبت العلبة ديّة حطيتها في الرز وقلّبته كويس أوي فيها. وبعد كده هانزل عليه باللبن، وهاحط عليه كمان شوية كده من المَيّة. هنا أنا كنت باشم ريحة الزبادي واضحة فيه والّا لأ. فلقيتها حتى يعني هي دايبة خالص، مش بتبقى عاطية له أي ريحة زبادي أو أي حاجة. هاحط بعد كده بقى اللبن بتاعي، أمّا كان عندي اللبن زي ما أنتم عارفين قليل، فرُحت حطيت اللي عندي ورُحت كمّلته بشوية مَيّة كمان. هو كده أصلًا لازم تحطي ربع كوباية مَيّة على الرز المعمّر علشان يفرفر معاكِ كده، وكمان ما يتحرقش منِّك، تمام، ما يلزقش منِّك في أرضية الصينية بتاعتِك. فأنتِ لازم إن أنتِ تحطي ربع كوباية مَيّة بيخففه شوية، لإن اللبن طول ما هو تقيل فهو بيعمل طبقة من تحت كده فبتحرق معاكِ الرز.
فالطريقة دي حلوة جدا تخليه معاكي مظبوط. بعد كده هحط بقى رشة ملح ورشة فلفل، رشة سكر، بتظبط معاكي أوي صينية المحمر، بتخليها في طعمها في حتة تانية خالص. واحط بعد كده سمنة وزيت، بس بصوا لو انتوا هتحطوها في الفرن فبلاش تحطوا السمنة والزيت الأول، يعني سووها الأول كده واعملوا لها الوش بتاعها وظبطوها، وبعد كده اقدحي حتة السمنة بتاعتك وشوية الزيت بتوعك ورشيهم عليها في الآخر، لأن الصراحة الطريقة دي في الفرن بتخلي الوش يهبط كده والسمنة بتعوم على وش اللبن، فما بتخلوش ان هو يعمل وش حلو. لو انت هتسويها على البوتاجاز الطريقة اللي هي العادية بتاعتي اللي انا بس بعملها معاكم على طول، فسويها عادي، حطي سمنتك وزيتك عادي، بس هتحطيه في الفرن يبقى لأ، يعني خليه كده احسن. بعد كده ادخله السمنة والزيت وحطيها عليه في الاخر بعد ما تعمل وش، لان هو برضو في الاخر خالص لقيته نشف ومش راضي يعمل وش خالص، مع اني سايبه فيه شويه لبن بس مرضاش يعمل معايا وش خالص. رحت انا دخلته الفرن وانا برضو كنت حاطه الفراخ بتاعتي فوق في الشواية اللي فوق شوية، وبس كده الحمد لله. يعني هنا بقى كان جوزي جاب لي الفاكهة والخضار، جاب لنا هنا بطاطس وبصل كيلو كيلو، بس هو جابهم الاتنين في كيس واحد، وجاب هنا كمان طماطم وشوية خيار صغيرين كده، اصلا قلت له ما تجيبش خيار، بس انا مش عارفة هو جابهم ليه، فده اللي هو جابه. وهنا كمان هو كان جايب خيار كمان بس بتهيألي طلع الحماية. هنا بقى كمان جاب لي موز، بس جايب موز اخضر خالص زي ما انتم شايفين، فانا هسيبه بورقته وهحطه كده في ضلفة المطبخ وهسيبه لحد ما يستوى شوية ويطرى، لان لو اكلناه كده هيبقى طعمه مش حلو. جاب لنا الاناناسية ديت. بصوا الصراحة انا اكلتها مرة من زمان بس ما كنتش فاكرة طعمها، بس هو جابها هي طعمها ما بين حلو ووحش، اللي هو انتي تاكليها كده تحسي ان هي وحشة وبعد كده تلاقيها حلوة، بس هي الصراحة يعني ما عجبتنيش قوي، اصلا ما بحبش الاناناس خالص، يعني حتى الكانتالوب ده او الكلام من ده ما بحبوش، ماليش فيه خالص. انا سبته للولاد وخلاص، هما ما شاء الله اكلوا منه اللي اكلوه والباقي عندنا في التلاجة. جاب لي هنا كمان كيلو كيلو تفاح باين او كيلو ونص حاجة زي كده، او 2 كيلو، انا مش عارفة والله العدد، بس هما متهيألي اكتر من كيلو، يعني ممكن يجيبوا كيلو ونص او حاجة. فجاب لي هنا التفاح وجاب لي البتاع الموز والاناناسه، وجاب لي كمان اللهم صل عليك يا نبي بتاع اسمه ايه ده اللي هو الفراوله. بصوا الفراوله دي العشق بتاعتي انا وولادي وكده، بنحبها قوي، يعني اكتر فاكهه بناكل فيها هي الفراوله، وطبعا يعني لا غنى عنها في رمضان، طبعا محتاجينها للعصير الخشاف الحاجات دي كلها، فببقى دايما محتاجه الفراوله. جاب لي هنا حوالي كيلو. آه، جبت انا الطبق ده وقلت احط فيه، وبعد كده غسلتها. الحاجه الوحيده اللي انا غسلتها هي الفراوله، بعد كده ما بغسلش الفاكهه، يعني انا بغسلش الفاكهه، انا بسيبها كده زي ما هي، وما بغسلش برضو الطماطم والخيار وكده، لان التلاجة عندي اصلا بتسقط ميه، والحاجه لما بغسلها يعني بتبوظ بسرعه معايا، فانا بسيبها بحالها كده وخلاص. وخلاص يعني بشد منها وبغسل وخلاص، وولادي برضو بيبقوا رايحين ياخدوا حاجه من التلاجة بقول لهم لا تغسل، لا اما تغسلها لا اما انا ايه باخدها اغسلها. جاب لي هنا برضو كرنبايه، وانا والله كان نفسي اصلا في المحشي قوي، فهو جاب لنا هنا كرنب، هي كرنبايه صغيره يعني تعمل لنا حله كده يعني على قدنا، بس مش مشكله حلوه جدا يعني الحمد لله. أنا كده كده مش عايزه اتعب اصلا ولا اعمل مجهود كبير، فحلوه كده صغيره على قدنا كده جميله. جاب كمان الخضرة بتاعة المحشي البقدونس والشبت والكزبرة، وبس كده، ده كده كان كل المشتريات اللي هو جابها. وكمان جاب لنا هنا كرتونة بيض، البيض اللي انا بجيبه الايام دي يا بنت اللي هو الابيض، الصراحة اطعم بكتير من الاحمر ونضيف وبيبقى يعني ما بتلاقيش فيه كسر خالص. الاحمر مش عارفة ليه الاحمر بقاله فترة، حتى لما بجيبه من السوبر ماركت من اللي هو من الليدل وكده بلاقي فيه كسر، فالصراحة قرفت منه جامد، فقلت له بعد كده هات لنا من الابيض. فبس كده وكمان بقى هنا كان الغدا بتاعنا زي ما انتم شايفين، حطيت هنا شوية تمر وعملت عصير فراولة وعملت حطيت طبعا الفراخ والمعمر. سلامتك يا توتو.
طبعا ولادي الاتنين تعبانين فربنا المستعان، انا عماله امرض من ده لده فربنا يعيننا يا رب ويقوينا. الجو مغير فالعيال واخده برد كده وصوتها ودنيتها رايحه خالص. كمان هنا هغرف بقى شويه رز معمر عشان اوريكم شكله، بس بجد كانت الاكله حلوه جدا ما شاء الله. والرز برضو بصوا هو معملش وش، بس انا حاولت على قد ما اقدر ان انا احمره برضو، فسبته شويه كده تحت الشوايه لحد ما اخد لون. بس بصوا ما شاء الله مفلفل كده وجميل. فكده يا بنات اكون وصلت معاكم للنهايه، يا رب يكون الفيديو عجبكم. متنسوش بقى لايك للفيديو واشتراك في القناه وتفعلوا زر الجرس، واشوفكم ان شاء الله فيديوهات تانية كتير. كنت عايزه اقطع لكم هنا الفراخ بس لقيتها سخنه قوي، فالصراحه يعني معرفتش خالص ان انا اقطعها. مع السلامه.